السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم بالجديد والمفيد إن شاء الله بإذن الله. أصحابنا أصحاب البلاد اللي بيروح اليمن بسيارته بيضطر إنه يقطع تربتك، معروف. في كلام بقوله لك ما يقولوه لك أصحاب المكاتب، بالذات اللي يقطعوا التربتك. مثلا أنت رايح شهرين، ما فيش داعي إنك تقطع تربتك مثل اللي قطعته أنا ب950 ريال، ما فيش داعي. وداعا لهذا الكلام، تقعد شهرين 3 شهور شهر، لا تقطع تربتك سنة، إلا في حالة إنك ناوي إنك تروح وترجع في خلال السنة. أما إجازتك شهرين وبترجع تشتغل سنة وينتهي تربتك وبعدين تقطع تربتك ثاني إذا فكرت تسافر، فهذا الأمر خاطئ جدا ومكلف، لأنه بتدفع 950